السلام عليكم. الفراخ المشوية أكلة ما بيختلفش عليها اتنين، الصغيرين بيحبوها والكبار بيموتوا فيها. هنعملها النهاردة بمكونات موجودة في كل بيت. أول حاجة هنجيب فرخة وزنها ما بين 2 كيلو الا ربع ل2 كيلو ونص، مش عايزاها صغيرة قوي ولا كبيرة قوي علشان ما تنشفش معايا. هغسلها كويس جدا وهنقعها في محلول ملح، اللي هو عبارة عن معلقتين ملح ومعلقة سكر وعصير ليمونة. هنقعها فيهم واتخلص من كل الزفارة اللي فيها. انتوا طبعا شايفين نظافتها باينة معايا جدا، انا عايزاها بالنظافة دي. هقسمها من الظهر واخد الصدر اقسمه زي الفراشة علشان يستوي معايا، لان الصدر بتاعها بسم الله ما شاء الله مليان. هنا قسمتها وهنستخدم مع بعض طماطمية كبيرة او طماطمتين وسط، بصلتين وسط، قرن فلفل حامي، استخدموا فلفل حامي مش هيبان طعمه، وعصير ليمونة. هستخدم معاكم معلقة شاي جنزبيل، معلقة بابريكا، معلقة كاري، معلقة فلفل، ومعلقة كبيرة ملح. هنضيف كل المكونات ديت مع بعض في الخلاط وهضربهم كويس جدا. هقطعهم واحطهم في الخلاط اضربهم كويس جدا مع التوابل، واحط معلقتين خل واحط معلقتين زيت. الفرخة يا جماعة اللي هنستخدمها لازم تكون بايتة في الفريزر او متبلة قبلها بيوم، يعني لو هستخدمها في نفس اليوم هتبلها في اليوم ده، هستخدمها من الفريزر. طيب لو جايباها من عند الجزار وهعملها يبقى هتبلها قبلها بيوم، لان ده مهم جدا عشان الانسجة بتاعها تتكسر معايا من التلج وتستوي وما تبقاش بتشد وبتعض معايا. هنا جبت الشبكة بتاعي وحطيت عليها الفرخة، حطيتها على صينية عشان ما تبهدليش الدنيا. هنا نشويت الفرخة بتاعي على الفحم، ممكن انتوا تحطوها في صينية وتدخلوها الفرن وتحمروها، وبألف هنا وألف شفا. انا عن نفسي اجي ادوقكم كلكم الفرخة علشان تحسوا بحلاوتها. مع السلامة.